هذه رسالتي لبعض المطبلين الشيعة لنا: اسمعوا وركزوا، نحن لا نراكم إخوانا لنا، ولا نريد أي دعم منكم حقيقة، ومستحيل ويستحال أن نراكم أصدقاء مهما تطبلوا لنا. هل ننسى كم قتلتم منا؟ هل ننسى كم أخذتم من الأرامل؟ هل ننسى كم قتلتم من الأطفال؟ كم يتمتم من الأطفال؟ هل ننسى صرخات الأيامى واليتامى والأرامل والأمهات؟ لا والله. هل ننسى شبابنا في سجونكم؟ لا والله. هل ننسى شبابنا وإعدامكم لشبابنا؟ لا والله. هل ننسى قتلكم لقاداتنا؟ لا والله. بل الكرد أشد فرحا من الكل الآن بمقتل هذا المجرم خمنائي. هو أكثر إنسان ظلم الكرد. الكرد سنة، قتلوا ونهبوا وحرقوا بيوتهم لأنهم سنة ولأنهم كرد. مؤلم والله العظيم أن أنت تقتل بسبب فقط عرقك وهويتك. فذلك الشيعي كان يفعل أبشع الجرائم في إيران، كما كان يفعل بشار الأسد في أهل السنة في سوريا، وهو كذلك كان يفعل نفس الشيء في إيران، وكان يعدم يوميا 20 شابا ويسجن ربما 10 شابات في سجونهم، وما أدراك ما سجونهم. فما نحن ما ننسى والله. فليكن صوتكم يا أخواني صوت إخوانكم السنة في الإيران يحتاجون إليكم، فليكن صوتكم وليكن آلامهم آلامكم. والله أنا معهم حقيقة، وأسأل الله جل في علاه أن ينفكوا عن هؤلاء المجرمين عباد القبور، هؤلاء الرواقص. نحن لا ننتمي إليكم ولا أنتم تنتمون إلينا ولا نفتخر فيكم، وذلك حقنا. شرق كردستان حقنا نحن الكرد، وهذا أرضنا وأرض أجدادنا، ولا بد منا أن نعود إليها وأن نخرج من هذا الفكر الشيعي.